مرحبا بكم. نخلّيكم مع ردود أفعال المغاربة، بالنسبة للعقوبات اللي صدرت في حق المغرب والسنغال. نخلّيكم مع الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. سمعوا العقوبات اللي خرجت الكاف على داكشي اللي وقع في النهائي ديال كاس افريقيا بين المغرب والسنغال. نبداو بالعقوبات ديال المنتخب السنغالي. سمعوا معاقبة المدرب السنغالي بالايقاف 5 المباريات في المنافسات التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم. وقفوها في افريقيا وماشي في كاس العالم. 5 المباريات قال لك بالاضافة الى غرامة شخصية 100,000 دولار، ومعاقبة جوج ديال اللاعبين ديال السنغال منهم دياي واسماعيلة وقفوهم جوج ديال المقابلات، وتغريم الاتحاد السنغالي 915,000 دولار بسبب سلوك اللاعبين والطاقم الفني والجماهير. هادو هما العقوبات باش عاقبوا السنغال. اجيو تشوفوا دابا العقوبات ديال المغرب ديالنا. ايقاف اشرف حكيمي مباراتين واحده موقوفه التنفيذ لمده سنه. ايقاف اسماعيل السيباري 3 ديال المباريات وتغريمه 100,000 دولار. تغريم الجامعة الملكية لكرة القدم 330,000 دولار بسبب سلوك اللاعبين والطاقم الفني. واش من نيتهم باللي يعاقبونا حنا وحنا اللي ردونا درنا داك الشغاب ودرنا ديك البلبله وماشي السنغال؟ كاع العقوبات القاصحه هبطوا بها على المغرب، وباللي يهبونوا اللي نساوه يقولوا لي علاش كنتي كتجبد دوك الكواري في الماتش خليهم يتماركاو. حشومه هاد العقوبات اصاحبي، عقوبات ديالنا حنا اللي مظلومين، رجعونا حنا اللي ظالمين بهاد العقوبات هاد. حشومه عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. قلنا حق الكاف غادي ساعه ما كاين والو. وما تنساوش تقولوا لي كي جاتكم العقوبات اللي صدرت بها الكاف في التعاليق.